هذول اللي وراهم اللي يقوموا بالعمل هذا يعطينهم حبوب راهو مش بإرادتهم. ومع الرئيس كان بيتقرا له البيان قبل ما يتقال في الإعلام، بنقول في 48 ساعة نوجد مخرج. إذا لم يتحقق كل هذا أنا بعد ذلك سنعلن الزحف، سنعلن الزحف المقدس. أيوة، وأنا أراه معمر القذافي قائد أممي، أنا دافع عني ملايين. خريطة الطريق اللي طرحناها والإجراءات اللي عملناها من فضلكم محدش يفتكر أبدا إن ممكن يتم التراجع عنها لحظة. أنا سنوجه نداء للملايين من الصحراء إلى الصحراء، وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد. بطلب من المصريين طلب، يوم الجمعة الجاية، يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء حتى تطهر البلد من الدنس والإرجاس. لا يمكن نسمح لليبيا تضيع بين يدينا بدون مبرر في غوط الباطل. من يسمح بهذا؟ أنا معي الملايين ومعي الله الذي نصرني على القوة العظمى الكبرى. ينزلوا عشان يديني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل. معي الملايين مش من الداخل، معي الملايين من الأمم الأخرى. أنا نريد نوجه نداء إلى كل ملايين الصحراء، من الصحراء إلى الصحراء حتسحب الملايين، الملايين تسحب وما يقدر حد يوقفها. يتقال من شهور في أفرولات وزي عسكري موجود في الشارع، وفي سلاح بيتهرب من دول كتير، وبعدين يتقال ان في جزء من الجيش المصري انقسم. بسرعة انقذوا نفسكم قبل لا نعطي إشارة الزحف المقدس. الليلة زحف سلمي، الليلة زحف سلمي من الداخل، من داخل المدن، من داخل القرى، من داخل الواحات، لإنقاذ أطفالنا والقبض على اللي يغرروا بأطفالنا. هذه الليلة تعملوها الليلة وبكرة تطلعوا للشوارع. أما بعد إذا كان ما فيش هذا، فيه زحف من الداخل، تعرفوه هذا الزحف منين يأتي. يعني المؤامرة ان يتقال خلال الفترة اللي جاية ان في جيش، جزء من الجيش المصري بيهاجم جيشه. قد تندمون يوم لا ينفع الندم. الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة. من أنتم؟ خلي بالكم، دقت ساعة العمل والله العظيم، دقت ساعة الزحف والله العظيم، دقت ساعة الانتصار والله العظيم. إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام. الجيش المصري على قلب رجل واحد.